مساء الخير. نورتي اسكندريه اولا. منوره بيكم. شرفتي بيتك ومكانك، شرحي ونورتي اهلك وبجد اسعدتينا. سيده حق، سيده المسرح المصري، لقب تستحقيه عن جداره. شكرا بجد الحمد لله. وتسمحي لي ان انا لقبتك بلقب اخر بلس الفايت اللي في مصر انك رقيقه القلب حقيقي. مش هطول عليكي ومش هنقول لك كتير. احنا بنتمنى الاول منك انك تنزلي اسكندريه تاني، لان العرض بجد احنا ما لحقناش كلنا نستمتع بيه. حقيقي احنا اتفرجنا مره واثنين وثلاثه، ولكن بلس احنا عايزين تاني. منتظرينك. انا مش عارفه اتكلم معاكي بجد، انا حاسه ان انا في عدم فعلا. انا هقول لك، انا مع اداره انا عاجزه عليكي اقول اي حاجه قدامك. بصي، مع اداره المسرح باذن الله، ومع اداره البيت الفني للمسرح، ومع كلمه معالي الوزير اللي قال لنا انا عايزكم فعلا. ايوه فان شاء الله احنا هنرجع تاني في وقت افضل من ده، لان احنا جينا في وقت امتحانات وده اللي احنا كنتوا مشغولين برغم الحضور الرائع اللي كان موجود، لكن بجد الوقت كان قليل حقيقي. انا عايز اقول لك ان انا في تربيه التعليم في طلبه مهتمين بالتمثيل جدا جدا. طبعا كان نفسهم يحضروا العرض لان هم لسه مخلصين امتحانات النهارده وامبارح. فاحنا فعلا نتمنى ان العرض اصلا، انا بقول لهم يا جماعه اللي عايز يتعلم البساطه والتلقائيه لازم يشوف عرض فني ده حقيقي. وبعدين موضوع حضرتك لمس قلبنا احنا كممثلين. يعني انا كممثل ممكن ابقى فعلا تعبان ومرهق، انما اول ما بحب اعمل معاشه شخصيه ففعلا المسرح حضرتك لمستي ده ونورتينا جدا جدا. هي لمسته بكل الطرق في كل المجالات. حضرتك قلتيه فعلا ده موجود في كل مجالات حياتنا، مش بس في المسرح على فكره. احنا ما ده موجود. كل المشاهير اللي موجودين في الوجود هم بيبقوا شايفين نفسهم فوق العالم، ولما الاضواء بتروح منهم بالظبط محدش محتاجهم، الموضوع انتهى وهم قاعدين. ده اللي حضرتك لمستيه فعلا من الجهه النفسيه قد ايه هو بيأثر على الانسان. وطبعا انا مش هتفلسف لان ده مجالي مش هتفلسف فيه، ولكن احنا عاملين قاعده دلوقتي اخويه. احنا مش عاملين لقاء يا جماعه، ده مش لقاء، لان هي مش انسانه ينفع اتعامل معاها لقاء، هي انسانه ينفع اتعامل معاها قعده الاخت والاخ والصديق. فعلا على راسنا ونورتينا وشرفتينا. ومتهيألي انا ما عنديش اي حاجه اسالك عنها لان انا كاتبه كله في السي في بتاعك زي ما قلت. ايوه انت كاتبه حاجه عظيمه بصراحه. انا اتشرفت بيها جدا جدا ودي شهاده اعتز بيها بجد انك تقولي كده في مقال. طبعا. انا مش حاسه ان هو كان مقال، انا حاسه ان هو حاجه قليله والله. مش هي دي اللي تضاهي الحقيقه. انا لما اتكرمت من قبل وزاره الثقافه من سنتين او 3 تقريبا، وعملوا لي كتاب عن تاريخي. الكتاب يمكن كتب كل حاجه، كان بمساعده بعض الناس اللي موجودين ومساعده الدكتور عمرو دوار اللي هو المؤرخ الفني الكبير يعني، واخونا واللي بيساعدنا في كل حاجه. لكن لو انت كنت موجوده وكنت عرفت وقتها كنت لازم هستعيد منك المقال بتاعك، لانك كاتبه حاجات رائعه جدا يعني كانك عارفه تاريخي من وانا صغيره، فده حاجه عظيمه جدا. انا من الناس اللي بتعشق عايده فهمي بدون القاب. بعشقك فعلا من ايام ما كنت بتفرج. مش هقول لك ان انا كنت بتفرج عليها، بتفرج على المسرحيه بتاعت الجميله الصغننه هلا حبيبتي. كنا بنتفرج معاكي بنحس ان احنا بنشوف حد جميل. وبعد كده ارابيسك، انا عشت معاكي في ارابيسك في سعاده. انا كنت بحس انك اخت صاحبه صديقه حقيقي. المفاجاه اللي انا اكتشفتها وانا بكلمك بعمل عنك السيفيل اللي حضرتك مسمياه سيفيل، انك بنت بحر. طبعا ليا الشرف كمان. طبعا ليا الشرف ان احنا نكون تسمحي لي اقول ان انا بنت بحري زيك، وانا كمان، وده شرف ليا. افتخر بوجودك ومش هطول عليك اكتر من كده. ورحله سعيده ان شاء الله موفقه ومن نجاح لنجاح. شكرا. واحنا بنتمنى فعلا ان حضرتك تبذلي جهد كبير ونشوف العرض ده تاني، ان في اجيال نفسها تشوف الجمال. استاذه جيهان بعد اذنك تدخلي معانا في اللقاء ده، عايزاكي بعد اذنك. وفرصه برضه بشكر الاستاذ المخرج طبعا. انا هقول لك بس هقول لك